يا اهلا بالانيماويه. شفنا الجزء اللي فات ازاي جوي قدر يخرج عايش من غابه الحياه والموت، وكمان تصنيفه بقى الاول على الاكاديميه. بعدنا الجزء ده مع مغامرات جديده وتحديات ومخاطر جديده البطل بتاعنا هيقابلها. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ هو ده بالظبط اللي هنعرفه في الجزء بتاعنا النهارده. ولكن قبل ما نبدا عايزك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان ما تنساش تدعمنا بلايك الفيديو ده. عايزين نوصل الفيديو ده 2000 لايك ولا حاجه. وطبعا زي ما انت شايف استمراريتنا في تنزيل المحتوى، وده كله بفضل دعم اخواتي الاوتاكوس. فكل اللي عليك دلوقتي ما تنساش بس تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو مش مشترك علشان توصلك كل الاجزاء اللي جايه. ويلا بينا نبدا في الجزء بتاعنا النهارده. بعد ما الفريق بتاع بطلنا جوي بقى ضمن اول 5 على الاكاديميه، جون بيقترح على جوي ان هم يريحوا شويه بعد الخناقات اللي دخلوها دي كلها. ولكن جوي بيقول لهم مفيش وقت للراحه، لازم ندخل المستوى الثالث من الطاقه. وكمان هيحاول يدخل ميانج الاكاديميه. جوي بيدخل غرفة الاختبارات وبيقاتل المقاتلين الخشبيين وبيقضي عليهم علشان يخلص من المستوى الثالث ده. وبعد ما بيخلص المستوى الثالث بيقابل نانجو ابن ملك مدينة نانجوتشي اللي أسرته عاملة معاه تحالف في الوقت الحالي. نانجو بيقول له انهم فتحوا متجر جديد، لكن الناس بيروحوا يتنمروا عليهم وما بيخلوش الزباين تيجي، وكل ده لان عائلة الذئاب عملوا نفس المتجر وبيحاولوا يكسبوا مكانهم. طبعا جوي بيوعده ان هم هيساعدهم، ونانجو بيكون طاير من الفرحة. جوي بيرجع المدينة وبيقابل اخته يوير وامه، والسبب من الزيارة دي انه بيكون رايح يقدم الازهار الطبية لعمه علشان يعالجه ويخليه يقدر يمشي من جديد. ولكن بيقول له ان هو كده محتاج جزء تاني من العلاج هيلاقيه في اقرب وقت. بعدها بيقول له على اللي حصل مع نانجو وبيساله اذا كانت عائلة الذئب فعلا هي اللي ورا ده، لكن عمه بيفاجئه بيقول له ان عائلة جيوران هي اللي ورا ده. العم بيبقى معاه فارس سري بيطلب منه يقتل اللي بيقفله محل نانجو، والام بتطلب من جوي يحل مشكله اخته ولانها شافتها قبل كده وهي في اوضتها حواليها ظل اسود وشك انها تحولت لوحش. جوي بيفكر ان اخته عندها دم شيطاني زي ميانج، وبيوعد ان هو هيطمنها عليها قريب. بعد شويه بيظهر مقاتل من الظل وبيكون قوي جدا لدرجه ان هو بيقضي على الفارس التابع لعم جوي بكل سهوله. جوي بيبقى عايز يشترك في القتال، لكنه بيسمع صوت اخته فتصرخ وبيحاول يشوفها، وبيلاقي مجموعه من مقاتلين الظلال بيحاولوا يخطفوها. جوي بيحاول ينقذ اخته، لكن مقاتل الظل بيضربوا ضربه قويه وبيجيبوا على الارض. بعدها بيخطفوا يير وبيمشوا من المكان. جوي بيصحى بعد فتره وبيعرف ان هو دخل في غيبوبه لمده 3 ايام، وبيعرف من عمه ان رغم القتال اللي حصل بينهم وبين عشيره الظلال الا ان في ملوك فاكرين انهم متعاقدين معاهم. جوي ما بيضيعش وقته وبيحاول يحسن من طاقته علشان ينقذ يير، وبعدها بيرجع الاكاديميه وبيطلب من نانجو ان هو يحمي امه وصديقته ميانج لو حصل له اي حاجه. واثناء وجود جوي في المدينه بيقابل ياو واحد اخواته اللي كانوا بيحاولوا يتخلصوا منه في اول حلقه لو فاكرين، ولكنه ما بيعملش معاهم حاجه وبيحتقرهم وبيسيبهم وبيمشي. وبيكونوا كلهم هيحضروا رهانات على احجار الطاقه، وياو بيتحدى جوي في رهان على 100,000 قطعه ذهبيه اللي جمع احجار افضل. وطبعا ياو بيقدر ياخد اي حجر يعوزه من المتجر ومحدش بيبيع حاجه لجوي. جوي بيختار قطعة تانية واصحابه بيبدأوا يحذروا منها، وده لانها مش شكلها حجر قوي ولا حاجة، ولكن بيبقى واثق من كلامه. في الاخر بعد ما الكل بيجمع احجاره بيروح الوقت الرهان، وياو بيفضل يضحك على الاحجار اللي جوي جمعها. في البداية بيقطعوا احجار ياو وبتكون قوية جدا وفيها طاقة كبيرة، ولما بيقطعوا حجر جوي الاول بيكون حجر عادي ما فيهوش اي طاقة، ولما بيقطع الحجر التاني برضه بيبقى حجر عادي. ولكن لما بيوصل للحجر التالت بيخرج منه طاقة جبارة ما حد شافها قبل كده. ياو بيتعصب جدا واصحاب جوي بيفضلوا يضحكوا عليه، ولكن ياو بيوفوا بعده وبيدي جوي القطعة الذهبية. بس الامير الصغير اخو جوي الغير شقيق بيتحدى تحدي تاني، بس المرة دي على 1,000,000 قطعة ذهبية. في البداية بيبقوا عايزين وسيط للتحدي، وساعتها بيوصل الامير الاكبر وبيقرر يبقى الوسيط. جوي بيروح يجمع احجاره من تاني، والامير الاكبر بيشوفه بيكون حاسس انه شخص قوي، وفعلا الامير بتاكد له ان هو بقى الاول على الاكاديميه القتاليه وخرج من الغابه بتاعه الحياه والموت باعلى معدل نقط. ساعتها الامير الاكبر بيقرر يساعد جوي في اختيار الاحجار، ولكن جوي ما بيسمعش كلامه وبيختار حجر من دماغه هو. سيد المعبد بيبقى شايف ان جوي بيعرف يختار الاحجار وبيطلب منه يكون التلميذ بتاعه. كل الناس بتستغرب ان السيد يو عايز يجند جوي ويعلمه، وبيكونوا شايفين ان جوي محظوظ جدا. جوي بيرفض العرض وبيقول له انه تلميذ في الاكاديميه وما ينفعش يبقى عنده معلمين من خارج الاكاديميه. بعد ما بيقطعوا الحجر اللي جوي اختاره بيكون حجر عادي، بس جوي بيمسكه بيلاقيه يتحول لحجر نادر جدا، وجوي بيكسب الرهان التاني على التوالي. واحد من اغنى رجال المدينه بيكون عايز يشتري الحجر من جوي، ولما بيعرف انه امير مملكه لونج بيقول له ان الحراس بقوا ضعفاء جدا لدرجه ان عشيره الظل خطفت اخته من المملكه. واثناء كلامهم بيوصل واحد حقير وبيفضل يقول على اخت جوي انها تحمل دم الشيطان، علشان كده عرفوا مكانها بسهوله. ولكن جوي بيتعصب عليه وبيقول له ان هو بيحاول يشهر باسرتهم وينشر اشاعات انهم متعاونين مع الظلال. الامير الاكبر بيسمع كلام الشخص ده وبيقول له ان هو هيعاقبه علشان كلامه، ولكنه بيفضل يترجاه انه كان زله لسان
الفرسان مش اكتر وما يقصدش اي حاجه من اللي قالها. بنرجع تاني لعمليه البيع، وجوي بيبقى رافض بيع الحجر، ولكن الشخص الغني بيعرض عليه كتاب تعليم الوانج جي النادر اللي ما فيش منه غير نسخه واحده بس. ساعتها جوي بيقبل بالعرض وبياخد الكتاب. الاميره لما بتعرف ان جوي رجع الاكاديميه بتطلب منه تروح معاه، والامير الاكبر بيسمح لها. وهم في الطريق بيتعرضوا لهجوم قوي والشخص بيهجم عليهم، وبنكشف ان هو زعيم النمور. واحد من حراس الاميره بيوصل وبيدافع عنهم كلهم، ولكن زعيم النمور بيطلب منه ياخد الاميره ويمشي لان ده انتقام شخصي منهم، ولكن الحارس بيرفض وبيهجم عليه. بنكتشف من كلامهم ان ده مش مجرد حارس، انما يبقى ابو الامير الاكبر زوج الاميره. ملك النمور بيكون اقوى من الحارس، ولكن ساعتها بيوصل الشخص الغني اللي اشترى احجار جوي وبيضربه ضربه قويه، واول ما ملك النمور بيشوفه في وشه بيخاف وبيهرب. بعدها بيحذرهم وخاصه جوي يفضل في الاكاديميه الملكيه، وده لان ملك النمور هيرجع مره تانية. الأميرة بتقول له إن ملك النمور كان جندي قوي في جيشهم، لكنه فقد صحابه في معركة ومن ساعتها هو انقطع عنهم وبقى قائد النمور. بعدها جوي بيوصل الأكاديمية والكل بيبقى مستغرب إن الأميرة رودي ماشية معاه، خاصة إنها أجمل واحدة في المدينة. جوي بيحاول يصلح الرمح الملكي بتاعه عن طريق استخدام قوة الوانج جي، ولكنه بيستغرب من النار اللي ظهرت مرة واحدة والطاقة اللي بدأت تمتص دمه علشان تستخدمها في تصليح السلاح. جوي كل اللي بيكون شغله الفترة دي إن هو يحسن من طاقته علشان يقدر ينقذ يوير من عشيرة الظلال. جوي بيروح يقابل تشينج وبيقول لها لازم تبعد اختها عن تشين لانه مخادع ولاعب في عقلها. بعدها بيقول لها ان في ناس من عشيره النمور بتطرده علشان يقتلوه، وهي بتكون مستغربه هو عمل ايه علشان عشيره النمور بحالها تطرده. جوي بيفكر في تشينج وعلاقتها بالامير سو، وبيكون شايف انها لو اتجوزته فده هيقرب شين حبيب اختها من الامير سو، وما يعرفش اصلا انهم قريبين من بعض ومتحالفين مع بعض كمان. علشان كده جوي بيحاول يتجوز تشينج، وهو بيقول لها ان هو عايز يتجوزها لكنها بترفضه. جوي وهو في طريقه لبيع الاحجار الاعمى بيقابل مجموعه من المتنمرين بيضايقوا بنت صديقته في الاكاديميه، فبيهجم عليهم وبينقذها. وبعد ما جوي بيضربهم بيعرف ان واحد فيهم من فريق تحقيق القانون، وفي ناس كتير بتبقى في صفه وكمان عايزين يعاقبوا جوي رغم ان هو اللي بدأ القتال. وللاسف محدش من الموجودين بيتكلم، وجماعه تحقيق القانون بيطلبوا القبض على جوي علشان يتحاكم، ولكن جوي بيرفع سلاحه وبيقول لهم اللي يقدر يقبض عليا يعملها. وبعد ما بيحذروا ان هو ممكن يطرد من الاكاديميه بيقول لهم ان هو هيبلغ عميد الاكاديميه انهم بينفذوا قانون ظالم عليه، واول ما بيعرفوا ان هو تلميذ العميد بيخافوا. رئيس فريق القانون بيقول لهم ان الموضوع بقى شخصي وان جوي يتحدى فريق تطبيق القانون ولازم يتقبض عليه. جوي بيستفزه وبيقول له لو عايز يقبض عليه يعمل كده بنفسه، فبيهجم عليه على طول، لكن جوي بيقضي عليه بكل سهوله. الشخص بقى اللي كان عايز يحاكمه بيبقى اسمه يوي، بيجري بسرعه وخايف ولكن بيتوعد جوي بالمحاكمه. جوي ما بيسيبوش وبيمسكه وبيضربه وبيقول له ان ده عقابه علشان يضايق الناس مره تانية. ساتو وجوان بيقطعوا جوي علشان في مشكله مهمه، وبيعرفوا ان في مجموعه كبيره من قطاع الطرق عاملين قلق في المملكه ولازم يقتلوهم. واثناء ما هم قاعدين بتوصل الاميره رودي ومعاها 2 من اقوى الفرسان، وبتكون عايزه تنضم لجوي واصحابه على العشاء، ولكن جوي بيلاحظ طريقه تعامل الفرسان اللي معاها فبيقوم وبيسيب المكان، خاصه لما بيعرف انهم فرسان من عشيره شومينج وهنعرف قصتها بعدين. بس جوي بيلاقي انهم كده هيبقوا انتصروا عليه، فبيروح يقترح على الاميره انها تروح معاه لمكان اكتر خصوصيه، وهي بتوافق وبتسيب الفرسان الباقيين. الفارسين بقى بيرجعوا متضايقين من جوي، بيكونوا متوعدين ان هم ينتقموا منه، والامير بيبقى متعصب جدا علشان اول مره واحد يقدر يخطف منه واحده. بنعرف ان الفارس اللي معاه عامل الخطه دي كلها علشان يسخنوا على جوي يخلص منه. الامير ده بيبقى اسمه شيون، ولازم تفتكره كويس علشان مهم الاحداث اللي جايه. المساعد بتاعه بيقول له ان هو هيساعده يتخلص من جوي وكل اللي معاه، وبيعرفوا على يوي اللي كان عايز يحاكمه، وبيكونوا كلهم حلفاء على جوي علشان يخلصوا منه. الاميره بتبلغ جوي بشويه اخبار وصلتها من المملكه، وبتقول ان حصل معركه صغيره بينهم وبين عشيره الظلال، ولكن اخته يوير بخير لكنها للاسف لسه مع عشيره الظلال. بالليل اثناء ما جوي بيحسن طاقته هو والقرد بنشوف مجموعه من قتل الاكاديميه شايفين الطاقه اللي خرجت، وبيعرفوا ان سببها هو القرد الشيطاني. ولما بيقربوا منه جوي بيخرج يعتذر لهم وبيقول لهم ان هو مش هيسبب ازعاج مره تانية. تاني يوم مجموعه كبيره من امراء وطلاب الاكاديميه بيخرجوا علشان يحاربوا قطاع الطرق، وللاسف شيون بيبقى على راس مجموعه جوي وهو اللي بيقودهم. المجموعه بتريح في الطريق، وجوي بيسيب الحصان الشيطاني بتاعه لحد الصبح، ولكن يوي بيبقى مراقبه وبيقول له ودعه كويس علشان مش هتلاقيه موجود الصبح اصلا. ولكن قبل ما يسم الحصان بيضربه، وجوي بيقوم مع القرد وبيروحوا على هناك. القرد بيقول لجوي ان يوي هو اللي عمل كده وهرب لغرفته. تاني يوم يوي بيصحى بيلاقي الحصان بتاعه هو اللي مات، والكل بيبقى فاكر ان في وحش مرعب هجم عليه. يوي بيتهم جوي ان هو اللي عملها وبيهجم عليه، لكن جوي بيطيره. طبعا
طبعا الشيون بيقف في صف يوي، لكن جوي ما بيهتمش بيه وبيقول له لو عايز تاخد صف انضم له براحتك. ولكن القائد التاني للمجموعه بيوقفهم علشان سمعه الاكاديميه. المجموعه بتصل عشيره شانغ هان والامير بتاعهم هو كمان بيكون بيكره جوي علشان اتخانق معاه قبل كده، حتى انا مش فاكر امتى بالظبط. شيون بيفرح ان كل ما كان في اعداء لجوي وكده هيقدر يتخلص منه بشكل اسهل. جوي بيتعصب على الامير وبيضربه وبيقول لهم لو عايزين مساعدتهم في القضاء على قطاع الطرق لازم يبعدوا اي خلافات شخصيه عن الموضوع. الامير بيرفض يقبل كلام جوي وبيطلب من رجالته يهجموا عليه، والشيون بيرفض يتدخل علشان دي خلافات شخصيه مش هيعمل حرب بين العشيرتين بسببها. طبعا جوي بيقضي على كل حراس الامير، والشيون بيعرف مدى قوه جوي وبيقول انه لازم يخلص منه في اسرع وقت. جوي بيبقى قدامه فرصه يقتل الامير بتاع شانغ هان، لكنه ما بيرضاش يعملها علشان الامير بيحلف ان هو مش هيتعرض لجوي مره تانية لحد ما بيخلصوا مهمتهم. واحد من اللي موجودين بيبقى عاقل وبيقنعهم يعملوا مصالحه علشان ما يضروش بالمملكتين، وجوي بيوافق. جوي واصحابه بيعملوا اجتماع صغير كده علشان يعرفوا هيتصرفوا ازاي مع الناس دي، خاصه ان في مملكتين عاملين معاهم مشاكل. ولكن جوان وساتو بيبقوا شايفين انهم يستغلوا الموضوع علشان يحسنوا طاقتهم، وجوي بيتفق معاهم وبيقول لهم انهم خرجوا من الاكاديميه خلاص ودلوقتي لازم يواجهوا العالم ده ومفيش مجال للهروب. واثناء ما بيكونوا قاعدين بيفكروا يعملوا ايه مع المتمردين وقطاع الطرق، بينضم لهم الشخص العاقل لمنع القتال وبيكون اسمه لياو، وبيكون قرر ينضم لجوي. جوي بيعرف من لياو ان شيوم حطوهم في مجموعة واحدة للقتال، وده علشان يواجهوا مجموعة ضعيفة من المتمردين. لكن جوي بيكون عارف من القرد اللي استطلع المكان وان المتمردين اللي هيواجهوهم هم اقوى مجموعة، وشيوم كان عامل لهم فخ علشان يموتوا. ولكن تاني يوم المجموعة بتتحرك وشيوم بيبقى مطلع معاهم جنود ضعفاء، والكل بيبقى فاكر انهم هيواجهوا مجموعة ضعيفة. الجنود بعد ما بيوصلوا بيتعصبوا على القائد لانه بعتهم هنا علشان يموتوا، وبيكونوا عايزين يشتكوا الامبراطور، لكنه بيقول لهم ان في دعم جاي لهم وكل حاجه هتبقى تمام. القائد بيبقى عايز يهرب من المكان، ولكن جوان بيوصل وبيقتله. بعدها بيقول للجنود ان الملك عامل لهم فخ علشان يقتلهم، ودلوقتي قدامهم طريقين يفضلوا هنا ويموتوا او يرجعوا مع جوي يساعدوه علشان يقتل الملك الشرير بتاعهم. كل الجنود بيوافقوا ينضموا لجوي اللي بيشرح لهم الخطه بتاعته. ساتو في الاول بيقود الجنود علشان يدخلوا معركه مع قطاع الطرق، ولكن بعد شويه بيهربوا على طول. قائد قطاع الطرق بيستغرب انهم هجموا عليهم، بعدها انسحبوا بسرعه. بيبقى شاكك ان في حاجه غلط. فعلا دي بتبقى خطة من جوي علشان اخبار هروبهم توصل للمملكة وباقي القوات، والشيوم يفتكر ان خطته نجحت. ولما قائد قطاع الطرق يخرج بيهم علشان يستكشف اللي بيحصل، بيلاقي جوي راجع له تاني هو نفس الجنود وبيهجموا عليهم، لكن المرة دي جوي بيبقى عامل حسابه وبيقتلهم كلهم وبيعلنوا فوزهم في القتال، وباقي قطاع الطرق اللي بيهربوا بيطردوهم. جوي بيسيطر على المكان بتاعهم وبيلاقي مجموعة كبيرة من الاحجار الروحية وبيقرر يرجع بيهم المدينة. جوي بيطلب من لياو انه يرجع مع جنود لباقي القوات، وهو مش هيكمل معاه من هنا هو واصحابه لانه لو رجع هيحاولوا يقتلوه. جوي قبل ما يمشي بيسلم لياو حجر روحي هديه علشان قاتل معاه، وبيقول له ان هو هيرجع الاكاديميه بعد 3 شهور. ايه اللي هيحصل مع جوي؟ وليه مش هيرجع الاكاديميه دلوقتي؟ وليه بعد 3 شهور؟ وهل هينجح في انقاذ يوير من عشيره الظلال؟ كل الاسئله دي نعرف اجابتهم لما نشوف الاجزاء اللي جايه من الانمي الجامد جدا حكايه جوي. كمان عايز اقول لك ان عندنا قناه اسمها انمي رايق بينزل عليها كل الانميات الحصريه اول باول، واسيب لك اللينك بتاعها في الوصف وكمان في اول كومنت. ما تنساش تبص عليها بصه وتروح تشترك فيها علشان تستمتع بكل الانميات الحصريه، ولو عايز انمي معين ممكن تقول لنا هناك في الكومنتات واحنا هنعمله لك. سلام.